فاهمه انت يا كابتن؟ اه مركز معاه قوي. انت عارف دي؟ هو عارفها صح يا مهيب؟ ايوه عارفها انت دي؟ خنزب. هبقول لك عليها بعد. خنزب حاجه شيطانيه خلاص. لا اعوذ بالله، انت مش أمال شيطان، إيه؟ لا ده انت طيب. ملاك، ده انت زي الفل. طيب. رمضان صبحي لما مشي من نادي الاهلي وراح بيراميدز اتقال عليه ايه؟ خاين. ايوه كل الناس قالت عليه خاين. ايوه خلاص. طيب لما زيزو مشي من نادي الزمالك راح النادي الاهلي نفس الكلمه ما اتقالش عليه خاين. يا كابتن، نفس الكلمه. لا. يا كابتن نفس مين الكلمة. اللي قالها؟ كل جمهور والسوشيال ميديا بتاع الزمالك والجمهور الزمالك كلها يا كابتن، الحالتين كوبي بيست من بعض. لا اسف، مش كوبي بس. كوبي ليه؟ بيست يا كابتن. يا عم بعض. بالراحه بس يا مع بعضينا. بالراحه، ما احنا مع بعضينا. حصل تفاوض مع زيزو مع نادي الزمالك في قد ايه؟ شهور بيتفاوض. انما رمضان صبحي 10 دقايق وخلاص، وكل سنه وانت هي دي طيب. صح. هو بيتكلم في جزئيه رمضان صبحي ما خدش وده، انت خالص. ترد علينا خلال ساعه مع السلامه. وراح في ماشي. بيراميدز. ايه ده بيراميدز. بس كان المفاوضات ما بينه وما بين النادي الاهلي كانت واخده فتره طويله. لا ما فيش فتره طويله. ما خدتش فتره طويله. اسمع بس يا تامر، ما فيش فتره طويله. اتفضل. ده هي كانت قاعده واحده وبعدين زي ما مهيب قال قدامك ساعه ترد عليه. بالظبط. خلاص. لا، مين اللي قال قدامك ساعه؟ اداره النادي الاهلي اداره ولا الاهلي؟ بيراميدز؟ اداره الاهلي. انا بيراميدز. تمام. مش اداره عنده النادي عرض الأهلي. من بس بيراميدز. انا طبعا تمام. يعني مش عايز اقاطع الكابتن اكرام، بس انا اللي انا كنت عارفه ان النادي الاهلي كان بيتفاوض مع النادي هناك ايوه عشان ياخد رمضان، وكان أيوة. في مفاوضات مع رمضان ما عادتش، ممكن مش عارف انا الفتره دي، بس كان في مفاوضات مع رمضان. ايوه وهو قال لهم لا، روحوا للنادي الاول، خلصوا مع النادي الاول وبعدين وراحوا للنادي. وراحوا للنادي كده وخلصوا بتخبط كلام مع كابتن النادي، إكرام. وبعد كده أيوة. القعده بتاعت أيوة. رمضان دي بقى هي بقى اللي قالوا فيها، لان انا ما كنتش عارف. بس لا هو ما كانش في قعده في حته ساعه، ده جاله تليفون قدامك ساعه وترد عليه. بالنسبه للمفاوضات بتاعت النادي الاهلي، كان في مفاوضات مع هدرسفيلد وكل حاجه ومش عارف ايه والكلام ده. وبعدين بيراميدز راح داخل فيها وراح مخلصها على طول. راح دافع الفلوس على طول وراح واخدها. خلاص. طب وهو حسب ليه التوجه لبيراميدز ما حسبوش للنادي الاهلي؟ لا يعني ليه القرار كان بيراميدز؟ لا ده السؤال ده بقى لرمضان، قديم. يتوجه لرمضان. هو قديم. لان انا القرار وقتها العودة. انا وقتها كانت كل معلوماتي في الوقت دوت من صديقي وحبيبي طبعا بيبو. مش بيبو انت، بيبو الاصلي طبعا. خلاص. ان هو بيتفاوض مع هدرسفيلد عشان ياخد رمضان. هي دي المعلومه اللي كانت عندي. لكن معلومه انه قعد واتفق واتكلم مع بيبو والكلام ده والحاجات دي كلها، والله ما كنت اعرف عنها. ايه ده؟ انت راضي؟ ولا هو قال انت راضي على بيبو؟ ده حبيبي. يعني بس اخر مره كنت زعلان في اخر مره لا حلقه. بص اصل انا فاكر اول انا قلت ايه. ايوه انت بتقول لي لو حصل عتاب، قلت لك هيبقى عتاب ايه؟ قاسي. قاسي. خلاص. حصل. عتاب بين احبه. ايوه طبعا. مفيش حد في مصر في الشرق الاوسط بيحب الخطيب قدي. ايوه انا عارف. لكن مش ممكن هكره الخطيب. لا طبعا. لان احنا 55 سنه مع بعض، واكلين عيش وملح مع بعض. بس شايف النغمه يعني او لهجتك هديت شويه ولا حاجه. طب ما هي اصلا كانت كده. هي ما اتغيرتش. مفيش حاجه اتغيرت يعني. بص يا مهيب، انا عمري ما هكون بوشين. ايوه انت لو انا بكرهك هقول لك انا بكرهك. أيوة. ما بحبكش هقول لك انا ما بحبكش. لكن بحبك هفضل ادافع عنك. ايوه خلاص. تمام. فانا الخطيب بالنسبه لي لا، ده عشره عمر. تمام. فالنهارده ما تجيش تحطني في كورنر كده عشان تغلطني في حاجه. لا مش هسمح لك انك تغلطني. لا طبعا. ما انا بقول لك اهو. ما اقدرش اغلطك. انت اللي قلت انا عتابي هيكون قاسي للكابتن الخطيب. هو انا اللي قلت. ايوه حضرتك اللي قلت كده. ليه؟ ايوه العتاب احبه. انا بسال بس. انا بسال. عتاب الاحبه دوت فعلا بيكون قاسي. ايوه صح. لان انا النهارده طب ما عاتبته؟ لا لغايه دلوقتي ما عاتبتش. ولا بلاش العتاب؟ لا لازم هيجي عتاب. لازم هيجي عتاب. لازم. ما ينفعش. ما ينفعش خالص. بتكررها. ملوش علاقه، بس عشان تكون عارف. ايوه. العتاب اللي هيبقى بيني وبينه ملوش علاقه لا برمضان ولا بشريف. امال ايه؟ ده هيبقى